الخطر الصامت اللي بيضر قطيعك وانت مش واخد بالك. السلام عليكم متابعينا الكرام، معاكم المهندسة رانيا العبد من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. هنتكلم النهاردة عن الإجهاد الحراري اللي بيحصل بسبب البرد والكتمة. الإجهاد الحراري مش معناه ان هي درجة الحرارة عالية بس، لا، درجة الحرارة قليلة كمان ده بيحصل إجهاد حراري للطائر. تجميع الطيور على بعض ده إنذار ليك إنهم عايزين دفء. قلة الحركة والانكماش اللي بيحصل كمان انه بيحافظ على الطاقة بتاعته علشان ما يقدر يبتدي يدفي نفسه. تلاقي الأوزان عندك ضعيفة علشان يبتدي البروتين اللي بياخده يبتدي يكون ريش أو يطلع ريش عشان يبتدي يدفي نفسه. كل ده دلائل بتوضح لك ان الطائر بردان. كمان صوت الطائر المكتوم اللي بيوضح لك قبل ما يظهر اصلا الاعراض التنفسيه او كمان الافرازات الواضحه بتوضح لك ان الطائر اصلا محتاج تدفئه او محتاج درجه حراره اعلى من اللي انت مديهاله. وبقى الغلط الاكبر ان مربيين كتير بيبتدوا يقفلوا على الطائر عشان يقدروا يوصلوا لدرجات الحراره اللي هم محتاجينها، لكن بيعملوا كارثة أكبر إن أنت بتقفل عليه وبتكتم على الطائر. ده هيقلل نقص الأكسجين، هيبتدي يظهر معاك استسقاء، هيظهر إجهاد بسبب الكتمة، وهيظهر نافق، وهيظهر استسقاء كمان. وهيبان كمان معاك على شكل الفرخ. في فرخ هتلاقيه وزنه شبه معقول او قادر ان هو يحول او قادر ان هو يدفي نفسه، وفي فرخ تاني هتلاقيه بقى سردة معاك ومش جايب اوزان. مادام قررنا نتعامل مع كائن حي لازم ناخد بالنا كويس جدا منه، وايه الاشارات اللي بيديها لنا توضح لنا اذا كان هو مرتاح في المكان ده او مش واصل له الاحتياجات بتاعته. وكمان مربيين كتير بيقولوا ان ما عنديش ريحة امونيا والدنيا عندي تمام، وهم عندهم اصلا امونيا مش ظاهرة لكن مأثرة على الرئة بتاعة الطائر بشكل واضح. وفتحات التهوية اللي قافلينها عشان يحافظوا على درجة الحرارة زي ما قلنا، ده كله بيعلي معاك الرطوبة. لازم ناخد بالنا كويس من النقطة دي. هيبتدي يظهر معاك ضعف تحويل، والأمراض التنفسية هتزيد بشكل جامد وهتأثر معاك على الوزن. هي التحصينات لو بتحصن مش هتدي معاك نتائج. كمان هيبتدي يظهر CRD وميكوبلازما درجة شديدة مش هتروح من الفرخ، ونافق طبعا. فليه نوصل قطعنا بإيدينا للمرحلة دي؟ ولو عندكم مشكلة بسبب الحرارة والتهوية قولولنا في الكومنتات أو كلمونا على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. شكرا ليكم، سلام عليكم.